السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله بخير. درسنا لهذا اليوم هو تدمير عدد تخزين بيت الحيوان أجلكم الله ومخزن الآلات ومنزل النحل إلى ما لا نهاية، وتخزن به أي شيء. يعني مثل ما تلاحظون أنا مخزن في بيت الحيوان مخزن في بيت الحيوان 34 حيوان، وفي ومخزن الآلات 51، وفي منزل النحل 17 خلية من دون تطويرهم ولا مرة. أخوان، نبدأ على بركة الله. الشيء اللي انت عاوز تطوره تضع في النهاية العليا من المزرعة هكذا. راح اطور لكم بيت الحيوان. تذهب إلى جار بكل بساطة وسهولة، طبعا طريقة جدا سهلة. تفتح برنامج تشارلز، تفعل البريك بوينت، تصبر ثواني اخوان، وترجع للمزرعة الرئيسية. أول رسالة execute، ثاني رسالة edit response AMF، ملف الماب بما انه احنا خليناه بالزاوية العليا من المزرعة، اذن الملف رقم 0 تفتحه. الابجريد ليفل، الابجريد ليفل هاي الكلمة مثل ما تلاحظوها موجودة انتجر ورقم 1. انا يعني اول مستوى بي، تخليها نمبر وتخلي كم مستوى انت عاوز، يعني كم حيوان او كم آلة. انا بما انه مخزن بي 34 فلازم اخلي اكبر من 34، يعني اخلي لكم 50 ما تلاحظون اخوان. عفوا 50. انا عشان مزرعتي كبيرة فشوية عندي يطول البرنامج. من يكتب لك رقم 50 ترفع البريك بوينت وتضغط اكسكيوت. ترفع البريك بوينت عفوا وتضغط اكسكيوت. مثل ما تلاحظون جيتاوي نظيف ازرق. بدأت عندنا المزرعة. راح ندخل على بيت الحيوان. مثل ما تلاحظون اضف المزيد من الحيوانات، تضغط عليها. ماكو ارتفاع بالمستوى لان انت دمرته هسه. راح اضيف هذا الجاموس. راح اضيف ثواني اجمع الكمة من كلب البرادو. تقدر تضيف الى حين يعني يصيرون 50. راح توقف عندكم بعد ما يقدر يضيف. راح نضيف بيت الحيوان وكم تضعوا فيه مثل ما تلاحظون. اذا عجبكم الفيديو اخوان لا تبخلون باللايك والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد وحصري، والسلام عليكم ورحمة الله.